واش اللون ديال زيت الزيتون عنده علاقه بالجوده ديال زيت الزيتون؟ سؤال شائع وبزاف ديال الناس عندهم شي افكار على هذه القضيه، تيقول لك ان اللون ديالها عنده علاقه بالجوده ديالها. اليوم نوضحوا العلاقه ديال اللون ديال زيت الزيتون مع الجوده ديالو. اللون ديال زيت الزيتون منين كيجي من النضج ديال الزيتونه. يعني الزيتونه في الاول كتكون خضراء، ما حد النضج ديالها كيزيد ما حدها كتولي كتمشي للكحل. فمنين تيدار واحد الجني مبكر زيت الزيتون ديالنا كتكون خضراء. علاش؟ حيت الزيتون الخضر لو طو ديال الكلوروفيل ولا نسبه الكلوروفيل تتكون طالعه، ولكن المردوديه كتكون هابطه. فهاد الزيت اللي تتكون خضراء تتكون شويه مره وعندها نسبه الحموضه هابطه بزاف، وداك الشيء علاش اكثريه ديال الزيت البكر الممتاز الاكسترا فيرج تتكون خضراء وعندها الحموضه قل من 0.8%. مع حد النضج كيزيد ديال الزيتونه اللون ديال الزيت كيمشي من الخضر للصفر الذهبي، والمردوديه كتطلع والزيت كيوليو فيها دي كاروتينويد وتينقص منها الكلوروفيل. وبالتالي فاللون ديال الزيت ما عندوش علاقه بالجوده ديال الزيت. الجوده ديال الزيت الحموضه ديالها خصها تكون هابطه من 0.8%. العصير ديال الزيت في البارد، يعني درجه الحراره ديال العصير ما خصهاش تفوت 27 درجه سلسيوس باش ما يتاثروش لينا الاحماض الدهنيه الغير مشبعه وما يتاكسدوش. بارطاج هذه المعلومه مع اصحابك، كيعاون ربي.